ليس متقدم، لم نكن في البداية. يعني الجيل الأول الشيعي ما كان يعتقد باغتصاب الخلافة من الإمام علي. الشيعة أوائل عندما نقرأ كتاب فرق الشيعة أو المقالات والفرق والكتب الأخرى، الشيعة كانوا يعني مندمجين مع ماذا كانوا يعتقدون إذا لم، لأنه لا، لم أنه يكونوا يعتقدون بإمامة علي بالنص. كان يعتقدون هذا أفضل مثلا، لو كان هذا كان أفضل مثلا، هكذا كانوا يقولون. هيك الشيعة الأوائل يعتقدون. الشيعة نعم، هذا مسجل بالتاريخ الشيعي، مسجل بالتاريخ الشيعي، أنه الشيعة الأوائل الجيل الأول الأئمة أيضا كانوا يعتقدون أن هؤلاء نظامهم شرعي، ولذلك الإمام بايعهم ودخل معهم وأصبح مستشار وأصبح قاضي لهم ودخل في الشورى، وما كان خطأ، ما كان في خطأ في اختيار أبي بكر، مسألة عادية جدا. لأن مسألة هذا ليس قولك أنت الآن تقول أن الشيعة الأوائل. لا، هذا مسجل في كتاب فرق الشيعة النوبختي. اقرأ كتاب فرق الشيعة النوبختي في القرن الثالث الهجري، كتب هذا عن مواقف الشيعة الأوائل، كلهم واحد فريق. في بعض التغيرات أو كذا أنه، لكن بشكل عام لم يكن هناك هذه الأشياء. لم يكن هناك خلاف حول الموضوع إلا أن بعد ظهرت نظرية الإمامة في القرن الثاني الهجري. فهذه انعكست، قاموا بقراءة التاريخ قراءة جديدة. الإماميون قرأوا التاريخ قراءة جديدة وكتبوا كتابة جديدة. ومن هنا يأتي التشيع السياسي وليس الديني. لا، التشيع السياسي كان قبل، يعني ولاء لأهل البيت سياسيا، ولاء الإمام علي سياسيا، ولاء الإمام الحسن سياسيا، ما كان عقدي. التشيع السياسي التشيع معقول مقبول، يعني ولاء لأهل البيت سياسيا، عندما هذا يحكم، عندما هذا يثور، عندما هذا كذا مثلا هم يتبعوه، فسياسيا كانوا يتبعون، ولم يكونوا يحملون عقيدة دينية من الله أنه هذا معين من الله أو كذا. التشيع الديني حدث بعد ذلك في القرن الثاني الهجري، ونسب إلى الباقر والصادق أنه لا، هو الله عينهم، ونصوص حولهم، ويجيبوا أحاديث ويجيبوا قصص، وتأويل تعسفي للقرآن، يقوم بتأويل القرآن بصورة تعسفية، وتفسير الأحاديث أيضا بصورة تعسفية، واختلاق أحاديث وأحاديث ضعيفة ويعمل منها نظرية. فهنا 3 نقاط أنا إذا